هنجرب النهارده اول مطعم اكل لبناني في بورسعيد. كنت جربت اكلهم قبل كده وكان حلو قوي والنكهه اللبناني مميزه فيه جدا، فيلا بينا نجربه سوا لتاني مره ونشوف هل فعلا لسه يستاهل التجربه ولسه محافظين على الجوده والمستوى بتاعهم ولا لا. يلا بينا. فروج ابو العبد من المطاعم المميزه جدا في بورسعيد ومتخصصين في الاكل اللبناني. المكان شيك جدا والفايبس بتاعته هاديه قوي، كل حاجه حواليك بتحسسك ان انت في لبنان، وصوت فيروز موجود في كل حته. طلبنا الاوردر بتاعنا. اول حاجه هنجربها اختراع جديد من عندهم اسمه الكعكه بالتتبيله اللبنانيه، شكله يجنن. هو ممكن تختاروا شيش تاووك او مسحب، انا اخترت يكون شيش تاووك. بصوا يا جماعه كميه الحشو، بصوا طعمها خطير، الحشو جامد جدا وتتبيله الشيش تاووك خطيره. بينزل معاها كمان الصوص البينك المميز بتاع خطير، والكعك بجد جامده قوي فظيعه، والبطاطس معاها نازله سخنه بجد. البوكس بتاع الكعك خطيره جدا واختراع جامد ومميز قوي، فعجبتني جدا. تاني حاجه طلبناها الوجبه السوبر كومبو. ايوه يا جماعه هي كومبو فعلا، فرخه كامله، ربع كيلو كفته دجاج، رز، بطاطس، سلطه فتوش او متبل، كمان صوصات وميه، صوص بينك، مخلل، طحينه، خبز، كل ده في وجبه واحده بس. اول حاجه هندوقها كفته الفراخ. الكفته شكلها مغري قوي، بصوا يا جماعه دايبه ازاي وجوسي قوي، شكلها يجنن، اما طعمها خطير. بصوا جوسي ازاي، والتتبيله والنكهه بجد تحفه. بصوا الجمدان، لا جوسي جدا مع الصوص البينك بجد خطيره. وجربتها كمان مع التوميه، واو التوميه عندهم مميزه قوي والتيست اللبناني فيها عالي جدا، حبيت التوميه من عندهم جدا. هنجرب الكفته مع الطحينه، كانت تقيله جدا وطعم الطحينه ده ما دقتوش قبل كده وطعمها خطير. ندخل على الفراخ. دي فرخه كامله مشويه على الفحم بطريقه لبنانيه. بصوا حجم الصدر عامل ازاي، حجمه كبير جدا. بصوا التتبيله في كل حته، الفراخ ما فيش جزء فيها ما فيهوش تتبيله، الفراخ بيضه ونظيفه جدا، اما الطعم خطير. الفراخ دايبه بشكل فظيع والنكهه والتتبيله موجوده في كل حته، كمان مع الصوص البينك بجد الفراخ تحفه جدا مفيهاش ولا غلطه. نيجي بقى نشوف الدبوسه الخطيره. بصوا الدبوسه مشويه وتتبيله داخله فيها ازاي، بصوا شكلها جامد ازاي، ولا طعمها جوسي بجد. لا هو جوسي قوي مع التوميه خطيره، الفص دايب فين. الفراخ عندهم في حته تانية ولا كلمه. بيجي مع الوجبه رز، كميه الرز كميه محترمه، ده رز بسمتي معمول على طريقه اللبنانيه، طعمه حلو قوي ومميز جدا، والنكهه اللبناني مدياله طعم حلو ومميز قوي، بصراحه عجبني جدا. بينزل كمان مع الوجبه سلطه، ممكن تختار سلطه متبل او سلطه فتوش. اخترت سلطه الفتوش وبيجي معاها الدريسنج ده، وهنا انا كنت مستمتعه وانا بحط الدريسنج على السلطه وعملت اللوحه الفنيه الخطيره ده. اما السلطه طلعت تحفه والخضار طازه جدا وطعمه فظيع، والدريسنج مودي سلطه الفتوش حقيقي في حته تانية. وهنا برضو جربت المتبل قريب من البابا غنوج، طعمه حلو ومميز جدا. اخر حاجه سلطه الحمص، شكلها خطير وطعم سلطه الحمص يجنن. السلطات عندهم طعمها مميز قوي والكميه بتاعتها حلوه جدا مقابل السعر، فبجد السلطات عجبتني من عندهم جدا تحفه. هنختم تجربتنا برول السجق. بصوا الرول عامل ازاي، كميه السجق كميه حلوه قوي، محطوطه في عيش لبناني متحمصه على الجريل، شكله يجنن. متحمسه جدا لتجربه، طعمه خطير جوسي بشكل فظيع، التتبيله فيها سنه سبايسي مخليه السجق في حته تانية. الرول ده بجد خطير وجامد جدا، لازم تجربوه. كده نكون خلصنا تجربه فروج ابو العبد. التجربه كانت مميزه قوي لتاني مره، حقيقي انبسطت بيها جدا جدا. هستناكم انتوا كمان تجربوا فروج ابو العبد وتقولوا رايكم في الكومنتس. يلا بون ابيتي.